أهلا بكم في حلقة جديدة من قصص الأنبياء. اليوم قصتنا عن نبي وملك وهو داود عليه السلام. كان داود عليه السلام في شبابه جنديا في جيش طالوت ضد جالوت وجنوده الجبارين. عندما تقابل الصفان خاف الجند من قوة جالوت وعظمته، فتقدم داود وهو شاب صغير وواجه جالوت معتمدا على إيمانه بالله لا على قوته الجسدية. رمى داود جالوت بحجر من مقلاع فأصاب رأسه وقتله، فكان ذلك نصرا عظيما لبني إسرائيل. بعد النصر آتاه الله الملك والحكمة وجمع له بين النبوة والسلطان، فكان ملكا عادلا ونبيا صالحا. أنزل الله عليه كتاب الزبور، وكان مشهورا بحسن صوته بتلاوة الزبور، حيث كانت الجبال والطيور تسبح معه. كما علمه الله صنعة الدروع من الحديد لتقي الجند في القتال، فكان أول من صنعها. تعلمنا قصة داود أن النصر ليس بالقوة المادية دائما، بل بالإيمان والشجاعة التي يمنحها الله لعباده المختارين، وأن العدل هو أساس الملك.